الحلقة اللي فاتت شفنا ياكو وجومو وفورد وهم داخلين مواجهة مع جادي. النهاردة هنشوف هل هيقدروا قد التحدي. ويلا نبدأ. الشمس تشرق على البحر، السفينة تتحرك، ياكو يمسك الدفة بعزم، جومو يراجع بياناته، وفورد يراقب الأمواج بحذر. فجأة صوت غريب من السماء، طائر داكن ولامع يصرخ ويحلق بطريقة غير طبيعية. ياكو: إنه الطائر، ماذا يحدث؟ جومو يحاول تنبيهنا لشيء ما. الأفق يكشف عن دوامة هائلة تبتلع مياه البحر بقوة خارقة. جومو يشرح باختصار: حجم الدوامة غير طبيعي، تيار السحب شديد، خياراتنا محدودة. ياكو يصرخ: لا يمكننا السماح لها بسحبنا. فورد: نحتاج قوة دفع خارجية. جومو: ياكو استخدم قوة البالون في الاتجاه المعاكس للتيار. فورد: ثبت أي شيء على السفينة. ياكو يستخدم دفعة البالون القصوى، السفينة تهتز وتصطدم بالحطام. الطائر يهبط على السارية، يصرخ، ثم يطير نحو نقطة أضعف في التيار. جومو: اتبعوا الطائر، هذه فرصتنا. السفينة تنحرف بصعوبة وتنجو من الدوامة، أضرار طفيفة، الطاقم بأمان، الطائر يحلق مبتعدا كحارس صامت. الجزيرة تظهر، قلعة معدنية ضخمة، أبراج، أمواج حادة، رائحة انفجار بركاني ومعدن ساخن. الناس يتحركون بإشارات ولغات مشفرة. الجزيرة مزدهرة، لكنها آلة حرب تابعة للحكومة. ياكو: اتمنى أن تكون جزيرتي هكذا يوما، قوية رغم خطرها. جومو: ازدهارهم له ثمن، هذا المكان ليس للعيش بسلام. فورد يتجه للمتاجر ليشتري الطعام، أي أسلحة لتحويلها إلى قوة جسده. جادي يظهر متغطرسا يستهزئ بالطاقم. فورد: لنرى من هو المثير للشفقة. اندلع القتال.